السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض كده حاجة اختراع أنا كنت جبتها معاكم في المشتريات، اللي هو بهية ماشي مسحوق جل. ده بتجيب الباكو، هنعمله مع بعض كده دلوقتي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين، بصوا الرغوة بتاعته قد ايه، بصوا الرغوة اللي على الوش، شايفين بقى القوام كمان بتاعه، بأرخص تمن وبأرخص سعر يعني بصراحة. يعني انا عجبني قوي، ريحته حلوة قوي، قوامه حلو قوي. زي ما انتم شايفين بقى كده، بصوا حاجة كده اختراع يعني حلو. هنجربه مع بعض برضو ان شاء الله، واقول لكم النظافة بتاعته ايه. اهو زي ما انتم شايفين كده، حاجة ايه حلوة جدا يعني، ورغوة جميلة جدا وريحة حلوة قوي، وان شاء الله كمان هيطلع بينضف. يلا تعالوا مع بعض بقى نروح نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. بس لو لسه ما اشتركتيش في القناه بقى، يا ريت تشتركي كده وتضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. وما تنساش بقى، ننساش اللايك وتعليق حلو كده منكم، ويا ريت بذكر الله. معانا بقى كده ايه، زي ما قلنا كده ايه بهيه ده اللي احنا جايبينه اهو. نفتحه بقى كده بسم الله. بس هو في كيس تاني جواه اهو، زي ما انتم شايفين بقى ايه كده ماشي. ريحته حلوه، مبدئيا ريحته حلوه قوي، ريحته حلوه قوي يعني ماشي اهو. هنجيب بقى هنا، هو مكتوب عليه ان احنا هنحط اهو تركيبة مكثفة لتصنيع 5 لتر برسيل جل ماشي. فاحنا هنحط 5 لتر، ده كده معانا بياخد 2 لتر. هنحط هو اللتر عشان اللي ما عندوش حاجة عارف يقيس بيها، اللتر 4 كوبايات تمام. انا حطيت كده، يبقى كده 8 كوبايات. هجيب بقى ايه تاني واجيلكم. ادي كمان 2 لتر اهم ماشي كده، يبقى كده معانا 4 لتر. هجيب لتر كمان. انا معايا لتر كمان، بس انا مش عايزه احطه لغايه ما ايه نجرب كده عشان ما يخفش مننا، ونشوف هنحتاج اللتر اللي فاضل ولا لا. نجيب بس معلقه خشب كده ما نكونش بنستخدمها، ونجيب بقى الصابون بتاعنا ده كده، نسمي الله بقى، نفتحه كده بسم الله. بس نسمي الله بقى كده ونحط البرسيل بتاعنا كده. طبعا هننزل كل اللي فيه بسم الله. نقلب كده بسم الله. انا عايزه اجيب بقى ايه مضرب سلك برضه مكنش بنستخدمه. احنا كده حاطين 4، المفروض نحط 5 لتر، احنا حاطين 4 لتر. نقلب بقى كده ونشوف. هو بص هو خفيف، بس ايه حاسه بايدي ان هو بيتقل. بيتقل ما شاء الله، بيرغي. حسيت ايه، فنحط بقى ايه اللتر اللي فاضل كده. كده حطينا 5 لتر من الميه. بس هو فعلا كان عايز ايه مضرب سلك. ما شاء الله، حاسه انه تقيل تحت ايدي، تقيل ومرغي شايفين. هوريهولكوا دلوقتي برضه. ريحته حلوه قوي قوي يعني، مدي على دوني كده شويه. اهم حاجه بس تقلبي، كل ما تقلبي
كل ما هيتقل معاكي اكتر. فايه معلش تعبي نفسك شويه في التقليب، بس ايه تاخدي نتيجه احسن ان شاء الله. عايزه اجيب بس حاجه ايه اوريها لكم. بصوا بقى كده بسم الله. تقيل جدا كمان، يعني انا حطيت ال5 لتر كلهم، وما شاء الله لا قوه الا بالله تقيل. وشايفين الرغوه بتاعته عامله ازاي؟ حلو جدا وريحته حلوه. وحاجه بهيه انا مجرباها في حاجات كتيره حلوه جدا على فكره. شايفين؟ كل ما تقلبي طبعا كل ما هيتقل معاكي. انا في الاول اول ما حطيته اتخضيت لانه كان خفيف قوي وكان مقطع كده، فما تقلقيش. انت اول ما تحطيه هتلاقيه خفيف ومقطع معاكي، فما تقلقيش، قلبي هيبقى ايه زي الفل معاكي. نفضل نقلب نقلب، انا كل ما بقلب كل ما بحس انه بيتقل معايا. بس لازم مضرب سلك، ما ينفعش تقلبي بمعلقه، لازم مضرب سلك. شايفين بقى؟ بصوا الرغوه بتزيد ازاي، بصوا الرغوه قد ايه. لا حلو ان شاء الله، كمان هيطلع بينضف حلو، وان شاء الله نعتمده، وسعره حلو جدا ومناسب يعني. بصوا بصوا الرغوه، يعني بصوا الرغوه عامله ازاي. لا حلو جدا عجبني. برضه هجرب واجربه في الغسيل واقول لكم بينضف ولا مش بينضف. شايفين؟ تقيل جدا جدا جدا، يعني انت هتحطي له لتر ميه كمان هيبقى برضه تقيل. شايفين بقى كده؟ إن كل ما اقلب كل ما بيتقل بيعمل رغوه اكتر. كده بعد ما عملناه بقى تفضيه بقى في اي ازايز، في اي جراكن، في اي حاجه عندك. نفضيه مع بعض كده بسم الله. ثواني عايزه اوريها لكم بس. شايفين بقى؟ ولا نبشر صابون ولا نعمل وصفات ولا نعمل حاجه وفي الاخر تفشل معانا. لا، حاجه سهله وبسيطه خالص يعني، تقدري تعمليها بكل سهوله، يعني مفيهاش، مش هتكسلي حتى تعمليها. اهو كده بعد ما خلصنا بقى، عايزه اقول لكم ان هو ريحته قلب المطبخ، والرغاوي مبهدله لي الحوض ومبهدله لي الرخامه من كتر الرغاوي اللي فيه ما شاء الله. يعني عمل 5 لتر حلوين، تقيل قوي يعني. ممكن لو حطيتي اللتر كمان هيبقى برضو حلو معاكي، مش هيبقى خفيف. بس انا مرضتش ازود يعني، عملت بال5 لتر زي ما هما كاتبين. عمل معايا بقى كده دول 3، دول الواحدة منهم لتر، فدول عملوا 3 لتر ودوت 4 لتر، فأخد يملا نصه يعني. تمام.
هجربه بقى. انا للاسف كنت غسلت، لسه مخلصه غسيل، لما كنت غسلت كنت هجربه معاكم، وهجربه وان شاء الله في روتين من الروتينات هقول لكم ان هو حلو ولا مش حلو، بينضف ولا لا. بس هو مبدئيا ريحته حلوه قوي، رغوته حلوه قوي، ملمسه حلو. آه يعني حاسه انا غسلت بيه فوطه مطبخ، يعني نضفها حلو، انا يعني جربتها في فوطه مطبخ نضفها حلو قوي. فهجربه في الغسيل برضو ان شاء الله وهقول لكم. ويا رب كده النهارده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وفي عرض برضو عنده تاني او في حاجه تانية برضو على صابون الغسيل، هجيبها منزل المره الجايه ان شاء الله، وهعملها برضو معاكم على صابون قصدي المواعين. هجيبها وهعملها معاكم ونجربها مع بعض ان شاء الله، واقول لكم برضو رايي فيها. وعشان نستفاد ونحاول نوفر كده الفترة اللي جاية بسبب الغلاء اللي احنا فيه ده، اللي نقدر نوفر فيه نوفر فيه، ونلاقي اي فرصة كده فيها حاجة توفر لنا في مصروف البيت نوفر فيها ان شاء الله. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واللي مشتركش في القناة ياريت يشترك ويعمل لايك، وضغطوا على زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل حاجة جديدة بنزلها. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.